تخيل معايا واحد الدكتور غادي يخرج للعالم ويقول لهم سمعوني مزيان، انا عندي علاج للسرطان والسكري والقولون وعلاج الامراض كثيره اللي كتعاني منها الناس، وعندي طريقه تشافي اي واحد وبلا دواء. الدكتور خرج بفكره جديده سماها نظام الطيبات، وقال الناس الا تبعتوا هذا النظام غادي نتوقفوا بزاف ديال الادويه وحتى الامراض المزمنه كذلك بحال السكر والسرطان، ويمكن تحسن بزاف. فجأة كيوصل الخبر اللي خلى الصدمة، الدكتور مات في ظروف غامضة. تخيل معايا واحد الدكتور غادي يخرج للعالم ويقول لهم سمعوني مزيان، انا عندي علاج للسرطان والسكري والقولون وعلاج الامراض كثيره اللي كتعاني منها الناس، وعندي طريقه تشافي اي واحد وبلا دواء. من بعد مباشره الناس كلها كتبدا تركز معاه وكتسمع ليه، وفجأة كيوصل الخبر اللي خلى الصدمة، الدكتور مات في ظروف غامضة. هنا الناس كاملين تساءلوا واش بصح صفاوها ليه، واش كان عنده شي سر، واش العلاج اللي جاب فعلا كان كيخدم ولا كان غير كيضحك على الناس. شنو القصة ديالو من البداية حتى النهاية؟ القصة كتبدا مع الدكتور اللي سميتو ضياء الدين شلبي محمد العوضي، مولود عام 1979 في مصر. تربى في واحد العائلة أكاديمية، قرأ الطب في تخصص اللي محترم، تخرج في الجامعة عين الشمس عام 2002 بامتياز، وكان في مرتبة الشرف، يعني كان معروف عليه ذكي ومتفوق. من بعد دار تخصص في التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام، وكان عنده كابيني ديالو في مدينة النصر في القاهرة. كل شيء كان عادي، طبيب ناجح وعنده مستقبل اللي زوين بزاف. ولكن في 2020 تبدل كل شيء. الدكتور خرج بفكرة جديدة سماها نظام الطيبات، وقال الناس إلا تبعتوا هذا النظام غادي نتوقفوا بزاف ديال الأدوية وحتى الأمراض المزمنة كذلك بحال السكر والسرطان، ويمكن تحسن بزاف. الناس بطبيعة الحال تصدموا، حيت السرطان العالم كامل مازال كيقلب ليه على العلاج، وهو جاي كيقول لهم باللي راه عنده الحل وغير في الماكله. الناس بداو كيسولوا شنو هو هذا النظام الطيبات، فقال لهم ببساطه ان المشكل كامل في الاكل اللي كناكله كل نهار، وقال خاص الناس يقطعوا بزاف ديال الحوايج اللي اعتبرهم سموم، من بينها البيض كامل والدجاج كامل والحليب وحتى بعض الخضر والفواكه والفول. وقال باللي هادشي كامل مضر بالصحة بسبب الهرمونات والمواد الكيميائية والأسمدة والسموم اللي كيرشوا بها المزروعات. في الأول بزاف ديال الناس قالوا عليه باللي راه مسطي، كيفاش بنادم يقدر يحبس البيض والدجاج والحليب. ولكن بعض الناس بداو يفكروا في الهضرة ديالو، خصوصا ملي تكلم على الهرمونات اللي كيعطيو للدجاج والمواد اللي كترش في الزراعة. هو كان كيقول ان الجسم كيقدر يتشافى براسو الا حبسنا عليه السموم. الدكتور ضياء كان عنده اسلوب ديال الكلام عصبي ومستفز شويه، كان كيعرف كيفاش يشد الانتباه، وبزاف ديال الناس قالوا باللي هو تعمد يدير هاد الشخصيه باش يوصل الصوت ديالو، وفعلا نجح، حيت ولا مشهور بزاف في التيك توك وفي السوشيال ميديا، والناس بدات كتتبعو بالالاف، وعلاش ما نقولوش بالملايين. مع بدايه 2026 الطرح بدا كيسخن، العياده ديالو ولات عامره بالناس. كاينين اللي بداو يقولوا باللي تحسنوا من بعد ما تبعوا نظام الطيبات ديالو. هنا دخلت النقابه ديال الاطباء في مصر على الخط. في 17 فبراير 2026 خرج قرار رسمي باش يشطبوا عليه من سجلات الاطباء واسقاط العضويه ديالو، يعني ما غاديش يبقى معترف به كطبيب. ولكن من بعد هذا القرار الدكتور ما وقفش، بقى كيخرج فيديوهات وكيقول انا غادي نكمل وما غاديش نسكت على هذا الشيء. وكان كيهضر بثقه كبيره وكيقول انه ما كاين حتى شي مريض داز عنده وتشكى منه، بالعكس الناس كيشكروه وكيقولوا حالتهم تحسنات بزاف. في 10 مارس 2026 حتى الوزاره غادا تدخل على الخط وسدات ليه العياده ديالو نهائيا ولغات ليه الترخيص
مزاولة المهنة. هنا الدكتور شد طريقه ومشى لدبي، وكان باقي كيخرج لايفات في التيك توك وكينصح الناس بنظام الطيبات، حيت هو كان مقتنع ان شركات الادويه هي اللي كتحارب، وكان كيقول الى الناس عرفوا ان اصل الامراض من الماكله الشركات غادا دير السيزي، حيت الناس ما غاديش تبقى تشري الدواء نهائيا. الامور بقات هكذا حتى 12 ابريل 2029. هذا النهار فجاه تقطع الاتصال مع الدكتور ضياء، ما بقى لا كيجاوب ولا تليفونه خدام ولا حتى شي واحد عرفوا فيه. مراته خرجات في لايف وهي خايفه وكتقول باللي راجلها مختفي، وتليفوناته كاملين مطفيين، وكتقول ان السيد تقول بحال بالعاش والارض. من بعد ايام العائله دارت مناشده رسميه للوزاره الخارجيه المصريه باش يقلبوا عليه في دبي. من بعد مباشره جا خبر اللي صادم، الدكتور ضياء لقاوه ميت داخل الغرفه ديالو في واحد الفندق في دبي وفي ظروف اللي غامضه. القصه اللي خرجت هي ان الدكتور كان حاط لافته ممنوع الازعاج في الباب ديال الغرفه ديالو، نهار كامل مخرج وما طلب حتى شي ماكله، حتى داز تقريبا يومين. اداره الفندق استغربات حيت ما يمكنش يبقى يومين بلا ما يخرج ولا يطلب الماكله ديالو. ملي دخلوا يطلعوا عليه لقاو ميت. حتى لدابا السبب الحقيقي ديال الوفاه ديالو مازال ما معروفش. هزوه داوه للطب الشرعي باش يعرفوا شنو وقع بالضبط. والغريب ان الدكتور قبل ما يموت بايام كان داير لايف وكيقول بالحرف الا سمعتوا انني مت عرفوا انني ما صفيتهاش لراسي، حيت ما عمرني غادي نفكر فيها، وإلا لقيتوني ميت عرفوا انني مقتول. هذا الكلام خلى الناس تدخل في الشك اكثر، وبدات نظريه المؤامره كتخرج بقوه. كاين اللي كيقول تصفى لانه كان غادي يكشف اسرار شركات الادويه، وكاين اللي كيقول بالعكس الرجل كان خطر على بزاف ديال الناس، حيت كيخلي مرضى السرطان يوقفوا الكيماوي ديالهم ومرضى السكري يوقفوا الانسولين. من بعد الوفاه ديالو خرجوا بزاف ديال الناس في الفيديوهات وكيقولوا باللي استافدوا من نظام الطيبات. واحد السيده قالت انها كان عندها السرطان في الفم ديالها من الدرجه الثانيه، وكانت كدير الكيماوي. من بعد وقفات العلاج ومشات مع نظام الطيبات ديال الدكتور العوضي. من بعد فحوصات قالوا لها ما بقى عندك حتى شي اثار ديال السرطان، وحتى التقارير الطبيه ديالها خرجاتهم للناس وذكرت اسماء الاطباء اللي كانوا كيعالجوها، وكاينين ناس اخرين قالوا انهم تحسنوا من القولون العصبي والنوم ديالهم والطاقه وحتى الحاله النفسيه ولات مزيانه. من بعد وفاه الدكتور حتى الناس اللي ما كانوش مصدقينه قالوا دابا غادي نجربوا نظام الطيبات. وهكذا ولات الناس منقسمين لجوج. القسم كيشوف ان الدكتور ضياء كان صادق ويمكن عنده فعلا طريقه طبيعيه كتساعد الجسم، وقسم اخر كيشوف ان هذا الشيء كامل خطر، وان الناس اللي تبعوا هذه النصائح ووقفوا الادويه يقدروا يموتوا في اي لحظه. وفي الاخير الحقيقه كامله على سبب وفاه ديالو مازال ما معروفش، وبقى الناس كتسنى تقرير رسمي باش يعرفوا واش كان وفاه طبيعيه ولا شي حاجه اخرى. ودابا جا الدور ديالكم، واش تقدروا تعيشوا شهر كامل بنظام الطيبات وتقطعوا البيض والدجاج والحليب وكل الحوايج اللي كيمنعها دكتور ضياء، ولا بالنسبه لكم هذا النظام مستحيل انه يتم؟